النهاردة هنشوف مع بعض ازاي عملت نسخة من ايدي ولوجو القناة. يلا بينا نشوف مع بعض مع هاند ميد كيكو هتعملوها بايديكم. انا هنا بستخدم عشان اخد البصمة بتاعت ايدي مادة بيستخدمها دكتور الاسنان علشان ياخد بصمة الاسنان. المادة اسمها الجانيت. مش عارف انا بنطق اسمها صح ولا لا، بس هي بتكون عند بتوع مستلزمات عيادات الاسنان. النسبة بالنسبة للمادة والمية، هي مكتوبة على الكيس بتاع المادة، فأنا هنا فضيت الكيس كله. هو لونه أحمر. طبعا هنا أنا بقلبه كويس جدا تمام بإيدي، لأن هو طبعا لما جيت أقلبه قبل كده في المرة اللي فاتت بالعصاية كان كلكع معايا. فانا هنا قلبته بايدي وحطيت ايدي خلاص، يعتبر هو بينشف على طول اصلا. يعني هو المفروض في 3 دقايق او 4 دقايق يكون مسك. ودي الميزة، يعني انت هنا عشان تاخد بصمة ايدك لو عايز تعمل اشكال كتير او انت مثلا عامل تمثال بالطين الصلصال وحابب تاخد ليه بصمة عشان تطلعها بالجبس، فالمادة دي تكون مناسبة جدا جدا يعني. هننفذ بقى افكار طبعا كتير، بس هي عشان المادة غالية حبتين يعني. بس هي ارخص من السيليكون. هنا طبعا الحتة بتاعت وانا بطلع ايدي من الجردل ما تصورتش للأسف، الكاميرا ما صورتهاش. زي ما انتم شايفين كده هي ايدك بتطلع عادي مش مشكلة، بس يفضل انك انت تبقى دهنها فازلين او زيت او اي حاجة يعني تسهل طلوع ايدك. هنا انا جبت جبس عادي، مية طبعا، وبحط عليها الجبس وبقلبها كويس وتكون سايلة زي ما هي واضحة في الفيديو كده، عشان خاطر ان هي تعدي في كل منطقة في الاسطمبة بتاعتنا اللي احنا عاملينها او البصمة اللي احنا عاملينها لايدينا. هفضي الجبس واسيبه شوية ينشف. طبعا لو انت وصلت للحتة دي في الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك للقناة. ايوه، انزل اعمل اشتراك للقناة علشان تشوف كل جديد وكل الفيديوهات اللي جاية، وما تنساش تعمل لايك بعد ما تشوف الفيديو ويعجبك. جبت هنا المسمار ده علشان خاطر ان انا اغرزه في الايد عشان اعرف اربطها. بعد كده زي ما انتوا شايفين كده انا مطلع منه جزء عشان اقدر اربطه في القاعدة بتاعة الايد بعد ما تتشطب الايد وتندهن وتطلع وتبقى زي الفل زي ما هنشوف. دي قطعة